أهم حاجة في الحياة إنك اوعى تقع من نظر نفسك، اوعى تبص لنفسك وتعاملها على إنها ناقصة وقليلة وما تستاهلش. ليه دايما شايف نفسك مش كفء ولا تستاهل الحاجات الحلوة اللي في حياتك؟ ليه دايما ما عنديش هدف ولا رسالة في الحياة وما بعملش أي حاجة ليها قيمة في حياتي؟ أنا عايش في دايرة واحدة عشان آكل وأشرب وأنام وبس، وحاسس دايما إني زيادة على الدنيا. فكفاية الحياة هنا خناق مع نفسك، واعرف إن الخطوة الأولى في مشوارك مع نفسك إنك تتقبل نفسك بتقصيرها وعيوبها. تطور وتحسن من نفسك ماشي، لكن تكون متأكد إنك محتاج قبل كل ده مبدأ القبول بيها على تقصيرها. ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، وما قالش قد أفلح من نقاها، لأنه مستحيل حد هيوصل للدرجة دي مهما اشتغل على نفسه. ببساطة انت مطلوب منك انك تزكي نفسك زي ما ربنا قال، يعني مطلوب منك انك تصلحها وتحسنها وتطورها وتشتغل عليها وتوصل بيها لأحسن مستوى ممكن بني آدم يوصل له. لكن من الناحية التانية مش ممكن ومستحيل ومش مطلوب منك انك توصل لدرجة تنقية نفسك وتخليها من غير عيوب او سلبيات. ففهمك وإدراكك للمعنى ده في رحلتك مع نفسك هيحل ليك حاجات كتير، وقد ايه لو فهمت ده هترتاح. ساعتها بس هتتقبل نفسك بحلوها وبمرها وبقوتها وبضعفها وبمميزاتها وبعيوبها. عشان كده المعنى ده بيظهر في الحديث إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، فما فيش حد هينجو يوم القيامة إلا برحمة الله. فمن دلوقتي بلاش تتعب نفسك وتهد حيلك عشان تبقى كامل. إيه يعني متلخبط شوية في الحياة؟ ده طبيعي، رسالة الإنسان مش بتتولد معاه، لكن لازم تجرب وتلخبط وتخبط كتير لغاية لما تفهم إيه هو شغفك في الحياة. فكفاية تتخانق مع نفسك طول الوقت وتشيل نفسك الهم. وموضوع تقبل نفسك بعيوبها ده مفهوم غلط عند الناس، فأنا لما أقولك وأكلمك عن تقبل نفسك بعيوبها ده مش معناه أبدا إنك تستسلم وترضى بعيوبك. ففرق ما بين إنك تكون مش حابب صفة سلبية فيك زي العصبية والغضب وبتشتغل على نفسك عشان تغيرها، وما بين إنك تكون مش قابل نفسك ولا حياتك بسبب وجودها فيك، وهو ده الممنوع، لأن ده رفض منك لوجود عيوب فينا. فاوعى تكره نفسك ولا حياتك بسبب عيب فيك ولا ذنب فات، وافتكر دايما ان تصالحك وقبولك لنفسك هي الخطوة الأولى في مشوارك مع نفسك زي ما قلنا. فالخطوة الأولى زي ما جه في الحديث هي التسليم والرضا والتقبل، كل ميسر لما خلق له. والخطوة التانية هي عمله، انك تعمل كل اللي في ايدك وتحاول تطور من نفسك ما دمت عايش وقدامك فرصة. فمهما عملت فانا متقبل لنفسي. فاوعى خيالك يصور لك انك هتكون من غير عيوب في يوم من الايام، وانك ما ينفعش تعيش كويس او راضي او مرتاح قبل ما يجي اليوم ده. فلو حاسس ان فيك عيب او ذنب ومش قادر تتخلص منه ومأثر عليك وعلى نفسيتك ومش عارف تعمل فيه ايه، ففوض امرك فيه لله، وتعالى اقول لك ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لما خرج لاهل الطائف وعرض نفسه عليهم، فرفضوه طردوه كمان ضربوه. الموقف كان صعب قوي، واي حد هيعيش المشهد ده هيحس بعدم التقبل لنفسه والرفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين وبس: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أثبت عجزه وسمع نفسه ضعفه، وهو ده عليك عدم التقبل. فلو أنت مش متقبل نفسك ومش راضي عن نفسك فكررها كتير وقولها. اثبت عجزك وضعفك، أصل أنت فين قوتك من قوته سبحانه. فسلم بعيوبك ونقط ضعفك، وكفاية تأنيب وتعذيب لنفسك واقبل نفسك على وضعها. نقط ضعفك واللي مخليك مش راضي عن نفسك دي ممكن تكون ذنب انت وقعت فيه، وممكن تكون هدف انت فشلت في الوصول ليه، وممكن تكون شخص انت ضعفت عن انك تحافظ عليه، وممكن تكون شخصيتك اللي اتهانت وسط اولادك، وكرامتك اللي بيتهيأ لك كل لحظة ان محدش بيحترمها. طول ما انت شايف نفسك صغير ومش متقبل نفسك عمرك ما هتحس بقيمة اي حاجة بين ايديك ولا هتفرح بيها. فارحم نفسك شوية من الدايرة اللي عمالة تضيق على رقبتك يوم بعد يوم. فمن دلوقتي تصالح مع نفسك وما تشغلش بالك برأي الناس فيك، وابعد شوية عن أي انتقاد بيتقال عليك وبيشوه صورتك قدام نفسك ويحسسك إنك قليل. ومن دلوقتي خلي معيار حكمك على نفسك مش الناس شايفيني إزاي، لكن ربنا شايفني إزاي. وبده بس هتعمل نقلة كبيرة في حياتك هتخليك مش فارق معاك كلام حد، وهنا بس هتشوف نفسك حد تاني وهترحمها من هم كبير كانت شايلاه. فمن دلوقتي حس بقيمتك، وكفاية إنك خليفة ربنا في الأرض. أنت متخيل يعني إيه خليفة ربنا؟ أنت متخيل إن وزير أو رئيس دولة يقولك أنت خليفتي في أي مكان؟ انت ساعتها مش بس هتحس بقيمتك، انت هتحس انك طاير في السماء وان مفيش حد في الدنيا احسن منك. فما بالك بقى ملك الملوك اختارك من وسط جميع المخلوقات عشان تكون خليفته في الارض. فكفاية تقليل من نفسك، واعرف انك طول ما انت عايش وسط الحسرة والندم واللوم عمرك ما هيكون عندك الطاقة ولا النفسية انك تعمل اي حاجة حلوة في ايامك اللي جاية. وهي دي اهم حيل الشيطان، انه يفضل منكد عليك ومسخطك على نفسك عشان تفضل طول عمرك محلك سر. دايما بيفكرنا بأخطائنا واللي فات عشان يحبطنا ويهبطنا ويسلبنا الإرادة والحماس
عشان ما نكونش حاجة في يوم من الأيام.